أنا الحكواتي علي الأحمر، حكواتي الجليل. جيناكم من فلسطين حدثكم كم حدوثة، وأنا متأكد إنه في كثير ما بيعرفوه ولا موجودة، لا بنت ولا بنت موجودة في هذا البحر، بحر الهموم وبحر الشجون. وأحلى تحية قبل ما أبدأ لمصر، الحضن الدافئ لقضيتنا، الحضن الدافئ لما نتعب نتكي على مصر. مصر، وحطوا براسكم يا إخوان، نحن تعلمنا في بيوتنا، حقولهم لسه قبل ما انسى، في بيوتنا من واحنا صغار انه مصر قدمت من فوق 100,000 شهيد في سبيل قضيتنا. هذا موجود في الأجندة هون، وأسمائهم حتى أسمائهم نعرف كثير: محمد أبو السياف، عبد الله أبو هيلا، أبو البلان، أسماء قاسم عبد الله الصعيدي، حتى في ناس مدفونين بأرض فلسطين. كثير. على كل حال، عالروزنا، خليني أبدأ من الروزنا. عالروزنا كل الحالة فيها، شو عملتي روزنا الله إجازيها. الروزنا هاي اسم باخرة كانت تيجي على فلسطين يا إخوان لتحمل بضاعة من فلسطين. اسم باخرة يونانية كانت تيجي من مئات السنين، وأكثر شيء كانت تيجي يا إخوان يا حبايبنا الكرام لتحمل حمضيات من الشركة الوحيدة اللي كانت تصدر حمضيات في الشرق الأوسط، هي الشركة الوطنية الفلسطينية لتصدير الحمضيات، يافا. ما كان في غيرها، وكان كل المحيط يبعثوا على يافا، ومن يافا تطلع الحمضيات على باخرة يونانية اللي احنا عم نغني اسا غنيتها. طبعا ما عم نغني للباخرة، عارفين لشو عم نغني؟ كمان نحن ناس منحب الحياة. كان في بنت حلوة، واحنا الفلسطينية حلوين كثير. في بنت بتحب شاب بيشتغل بتوضيب الحمضيات بهاي الشركة، وكل يوم على هالموال يروح ويجي، بتعرف القصص والدواوين، وهي منتشرة في كل عالمنا العربي الطيب. يوم حادثة السفر برلك، الكبار بيعرفوا السفر برلك كان على أيام تركيا، كانوا ياخدوا المقاتلين مشان يقاتلوا برية الحدود الأوطان. الشعب الفلسطيني رفض انه يطلع يقاتل برا، وهي ميزة، رفض إلا إذا فرض عليه. فكانوا معظم شبابه يهاجروا من فلسطين، مش من فقر. ما كان في فقير بفلسطين، فيش فقير. أبوي الله يرحمه اللي عايش بمخيم واندفن بمخيم قال لي: يابا حبيبي، والله قال لي قبل ما نطلع طلعت لي شكارة من وراء أمي. قال شكارة شو يعني؟ يعني شقفة أرض صغيرة هاي. قال شكارة بقولوا لها. قال ما إلها اهتمام، نصبها 100 نصبة زيتون شكارة. قال ما صارت بدها تحمل إلا دخلوا. كل سنة كان يبكي بحواش الزيتون، لمن حوشوا الزيتون كان يبكي يتذكر. مش هون حكايتنا، ارجع لمين؟ للروزنا، لحبايب. هلا سافر هذا الشاب،
هرب من الخدمة العسكرية مع تركيا، معه مصاري، مش هرب من الهذا. مهم كل يوم يا حرام الشوم هي تنزل على البن على مينا يافا وتيقف وتعمل هيك. عروس انا عروس، تغني لشو؟ لحبيبي. شو تقول كمان؟ كل من حبيبه معه وانا حبيبي راح، يا ربي ناس متهاوى ترد ويلف ليا. هاي قصة الرسالة. هلا أنا ابن مخيم لاجئ، قال بسمونا لاجئ. نص العائلة تاعتي برا ونص وين؟ بفلسطين. ولو تشوفوا كيف بتقابلوا على الشيك لما بيسمحوا بعض الدول نتقابل على بعض. على كل حال مش هون حد بفكر. هذا المخيم عايشين احنا بالبيت 15 نفر، امي ما شاء الله خلفت 19 بس اللي بقوا وبعدنا بنخلف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جزء منه انتوا عارفينه، بس الجزء الاهم كنا نخلف كتير لانه الرزق كتير. لانه الرزق كتير بده مين يحوشه، بده مين يشتغل فيه. من كتر الرزق اللي كان موجود عند الناس يخلفوا كتير، فضلت هاي العادة معنا وما قدرنا نتركها. ليه؟ لانه كمان صار بدنا رجال كتير حتى نقاتل، ففيش بيت ولا عرنة ولا زاوية ولا عيلة فيها شهيد واثنين وثلاثة واربعة. ما من كل وما من ليل مفكرين سمردحة هن رح يضلوا تعبانين طول العمر. نحن مش هنا، نحن اصحاب حق. طيب تقوم الصبح يا حرام الشوم تكون غاسلة وطابخة وعاجنة وخابزة، مش مثل مسواق. قول مرتي مش هون. ما حدا يقول له وينه خليل؟ استاذ وليد واحد مش مثل النسوان اللي اليوم امياتنا هدول الجبارين اللي كانوا يحملوا تغسل. المهم هلا كل يوم فتحت عيني لقيت انا حالي بالمخيم. ابوي بده يطلع على الشغل، قلت له يابا خدني معك. قال لي حط على حالك والبس. فورا امي ناولتني الهويه، لكن الهويه كبيره والجيب صغير. وين بدها تروح؟ قال لي طويها هيك وحطها هيك، بقطونا ملاحف هويات. حطيتها. مشي ابوي بالمخيم، نط وراءنا، نط الا احنا بريت المخيم. اجت الباص، بيطلع ابوي بده يروح يحوش ليمون. الوقت اللي كان عنده بيارات وعنده زيتون وعنده هسه عم بيشتغل اجير عندي. بلا طول سيري طلعنا بالباص. طيب الكرسي فاضي حده، وليه قعدني بحضنه ابوي؟ مشان ما يدفعش عن اثنين. قال لي اقعد هون. لك يا بابا ما هي فاضيه. قال لي اقعد. قعدني بحضنه. اجا زلمه كبير من الجماعه اللي نحن عندهم ووقف. زلمه لابس طربوش مبين عليه خواجه باشا، من هدول اللي وجههم احمر متفح اللي هيك بيشبه الامير بشير. المهم الابو يا حرام قال له اتفضل يا عمي اقعد محلي. صارت منتلي الباص، صار منتلي. قعد محله ومسك ابوي هذا العمود اللي بنص البوسطه وانا وقفت. ولك شو عملت يابا؟ اسكت يا بلد. الزلمه هذا الرجال الكبير قال لي يابا احنا بنحترم اللي اكبر منا. وهو قاعد الرجال اتعجب مين هذا اللي امله وقعده. قال له منين انت يا عمي؟ قال له ابوي. هون القصه.
هاي اول ما طلعنا من فلسطين حسيت ابوي، انا ولد صغير حد اتلبك، يابا قالك شو هون؟ يابا عم بحكي معك. اخر شيء تجرأ ابوي قال له انا فلسطيني. الا هو شو بقول اخينا بالله؟ شو يا عمي فلسطيني؟ معلش يا عمي، ما كلنا خلقة الله. ولك شو خلقة الله؟ ولك شو خلقة الله يعني؟ ولك يعني بعد الكلمة لحد الآن صار عمري 200 سنة. 200 سنة، لأنه كل لحظة إحنا من عمرنا قصة كبيرة. عمري متهيأ الهويات كذب اللي حابلينا، ما مصدقها، لأنه ما عشنا طفولة ولا عشنا مراهقة ولا عشنا فتوة ولا عرفنا إشي بالدنيا. لا حسينا نحن الشعب الفلسطيني، بقولها بكل فئة، نولد كبار فورا كبار. ولك شو خلقت الله؟ ولك أنا فلسطيني. فلسطيني أنا اللي اسمي فيني، أنا الصامد على أرضي ورافع على السما جبيني. فلسطيني أنا اللي اسمي فيني، أنا الصامد على أرضي ورافع على السما جبيني. فلسطيني ويا ليالي عزيز وراسي بالعالي، وحب بلادي طوالي بدمي وبشراييني. فلسطين ولهون وبس عواتي هالوطن ينس، انا روحي فدا للقدس لبي لو بلادي. فلسطين كلمتين، فلس وطين. الفلس عارفينه، والطين الأرض الطيبة. ليه؟ لأنه بكل متر بفلسطين الكل بعرف إما مدفون ولي، إما نبي، إما صديق. هاي هي فلسطين. بعدين بالتاريخ قبل كان اللي بده يسمع مال له اتجاهين يا اخوان، اما فلسطين واما امريكا. كانوا مكتشفين هذا شو اسمه كولومبوس، فكان بده يجمع مال اتجاهين. ليه؟ لانه اللي كان بده تنكة زيت حلو وين تيجي؟ على مينا حيفا. مينا حيفا اللي كان البوم يصف عليه 100 باخرة بهديك الأوقات، وكان في خط الحجاز يطلع من حيفا يمر بكل الدول ويصل لمكة، اسمه خط الحجاز. فكان اللي بده أي شيء يجي على حيفا، على مينا حيفا. هاي هي فلسطين اللي بقول لي ما كلنا خلقة الله. بدي ادور عليه، لحد الان عم ادور عليه. على كل حال جات على البيت الحكايات كثير، لكن الاهم من هذا انا كل يوم كنت يا اخوان يقعدني جدي. انتوا بتقولوا جدي مثلنا؟ الصغار في صغارون. انتبهوا يابا، انتبهوا على الحكاية. يقعدني جدي على حضنه ويقعد يحكي لي عن فلسطين. لكن للأسف كان كل ما يصل لنهاية الحكاية أكون أنا شو؟ صرت نايم، ما عاصل. فأنا جاي لهون لأنا وياكم إنه نوجد نهاية سعيدة لحكايات جدي اللي كلياتها جمعتها بهاي البؤجة. فهاي البؤجة ملاني حكايات وحكايات، ملاني. شو بدي أحكي لأحكي، لكن خليني أفتحها
واشوف منين بدي ابلش. ها هذا شو اسمه؟ الفستان الفلسطيني اللي بتلبسه المرأة والبنت الفلسطينية. هذا عمره يا إخوان 5000 سنة. احنا صراعنا مع هدول، بديش اقول اسمهم بديش اقوله، ما صلوا 70 سنة، احنا 5000 سنة ونحن نقاتل فيهم ونطردهم ويرجعوا. هذا التوب مين اللي بدي فيه؟ وين خلق؟ وين انبنى؟ انبنى بأرض الجليل بقرية صغيرة لحد الآن اسمها مغار الخير. شوفوا شو اسمها، انتبهوا يا اخوان، اسمها مغار الخير. ليش مغار الخير؟ لانه اول غرفة ابرة في التاريخ انغرست بهاي المغارة. سامعين يا حبايبي انتوا يا صغار؟ الكبار يمكن يعرفوا هاي المعنى. اول ابرة، اول خير انخاط وانحط بقماش بفلسطين بقرية صغيرة لحد اهلها نصهم مهجرين ونصهم جوا، اسمها مغار الخير. ليه؟ مين اللي خاط الابرة فيها؟ عارفين مين؟ النبي ادريس عليه السلام. النبي ادريس في هاي القرية من فلسطين اول من خاط في ابر في التاريخ. انا بحكي تاريخ ما بحكي دين، وهذا كله موجود بالمغر اللي موجودة هناك. هلا عنده بنت، انتبهوا للي بدي احكيه اسا. هذا الفستان، وبعدين هاي اسا بحكي لكم قصتها، هاي الشلبية قصتها. عنده بنت اسمها آرية باللغات القديمة. آرية هي اللي عملت هذا الفستان وميزته. وآرية باللغات معناها القارئة اللي بتقرأ. واللي أكتر من هيك إنه اكتشفنا بعدين إنه 60-70% من أسماء أمهاتنا الكبار وستاتنا ريا. انتوا عندكم ريا وسكين، هي ريا، هي القارئة آرية، هي ريا، ست اسمها ريا. فمنين اجى هذا الاسم؟ من هون اجى هذا الاسم. هلا الميزة بهذا الفستان، اول شيء هاي نقشة القدس. الميزة بالفستان يا اخوان والثوب الفلسطيني، قال هديك اليوم حاولوا يعملوا مثله ما قدروش. اللذ فيه وهي لبسيته البنت الفلسطينية وماشي شامخة، الشاب وهو مارق وهي طبعا حاطة على وجهها بيعرفها اذا متجوزة. شوفوا الرقة، شوفوا العبقرية. على الفستان في اشارات. هاي متجوزة، هاي بنت، هاي عمرها تحت السن، هاي عمرها فوق السن. هون عبقرية هذا الفستان. وشوفوا القصة اللي بعدها ما أحلى. أما هذا الجودة اللي عملته أمي كنا نتغطى فيه وبعده موجود من فلسطين، عملته وجابته معه. عارفين شو هذا اللي عليه؟ هاي نقشة نابلس، مش حافظهم كلنا. هاي نقشة اللد، هاي الرملة، هاي هون صوب شو اسمها أريحة. هاي كل المدن حتى بتعرفها انت للبنت من الفستان، من اي بلد، من اي كفر، من اي قرية، من اي شو من شو.
من إشارة على الفستان، من لون الفستان، وهذا الجودل 90% من المدن والقرى الفلسطينية نقشوا هون. هذا الفستان بدنا نزقف زقفة كبيرة لهذا التراث. خليل كأنه مش معي. معك خليل. شو هاي؟ طبعا الحكاية كثيرة بس بدي احاول يعني. هاي الحط بتعرفوا؟ الكوفية الفلسطينية. كوفية ما هيك؟ الكل بعرف. عدا إنها هي الخريطة عم. انتبهوا ليش صارت رمز. انتبهوا ليش صارت رمز عنا. البحر للنهر. ما اجت هيك. هذا في فدائي من عنا ايام الانجليز تلثم بهاي الكوفية وطلع عمل كمين للانجليز وقعد وهي مرأة دورية الانجليز دي الا هن شو اللي مات منهم اللي هرب. هو حمل حاله ملثم وراح. في واحد من الانجليز ضل طيب هلا عيب شافه راح اعطى خبر للنقطة انه اللي طخ علينا واللي قوس علينا لابس كوفية بيضة وسوداء. هون اللي بدي اركز عليه يا اخوان. كوفية بيضة وسوداء. هلا اجوا الانجليز جابوا الدوريات وامروا كل واحد لابس كوفية بيضة وسوداء يكمشوه ويعتقلوه. صاروا يخبروا بعض القرى من واحد لواحد من قرية لقرية. الشعب الفلسطيني بفلسطين كله لبس شو؟ الكوفية. ومين بدهم ياخذوا لياخذوا؟ هن قدمين. من هون اخذت رمزيتها. هلا في شغله مهمه يا اخوان. الكوفيه السوداء والبيضة شوفوا شو صار. يعني مش حمراء ولا خضراء. قال شو راحوا عملوا من سنتين؟ طبعوا 10 مليون كوفيه. انتبهوا يا شباب، هذا الحكي للشباب اللي بيلبسوا الحطات في الجامعات. طبعوا 10 مليون حطة خضراء وزرقاء. شفتوهم بتكونوا بالأسواق. ليه؟ مشان يضيعوا الشنكاش. احنا بنقول بالفلسطيني الشنكاش يعني القصة. لا، خسقوا انه يقدروا. فانا بركز بيضة وسوداء. اي حطة غير هذا اللون ما بتمثل القضية الفلسطينية. وصارت الحطة شو؟ رمز مش بس للفلسطينية، رمز لكل حركات التحرر في العالم. بدنا نزقف كمان. علي الكوفية علي ولولح فيها وغني عتابة وميجانة وسامر فيها. علي الكوفية علي ولولح فيها وغني عتابة وميجانة وسامر فيها. هز الكتف بحنية جفر عتابة ودحية. هز الكتف بحنية جفر عتابة ودحية وخلي البارود يهلل ويحلي. الله ما اجملك يا خليل. بدنا نزقف لخليل. وشهيد الرمز القائد ابو عمار الله يرحمه كان اللي بيشوفه يلبسها بهالطريقه. وهون القدس تتدندل هيك خارطة فلسطين. من هون اخذت رمزيتها وتعلقت على الامم المتحدة طبعا، واخذت رمزيتها هاي الحطة وزقفنا لها. طيب
طيب شو بدي نقي هون لنقي؟ هذا شو؟ هذا عرق زيتون. احنا بنقول زيتون. الزيتونة بفلسطين إلى رمزيتها. ليه؟ لأنه 70% 60% من الزيتون اللي بفلسطين اللي عمره قليل، عمره 100 سنة. في زيتون بفلسطين 5000 سنة عمره، بقولوا له شو؟ زيتون رومي. طيب السر ليش عاش كل هاي الفترة؟ هون السر. طيب ما بنزرع زيتون وما بيعيش هاي الفترة، عارفين شو القصة؟ لأنه الشعب الفلسطيني من هداك التاريخ عرف شو بدها الزيتونة. أول شيء هي عم تتغذى على اللي حكينا عنه قبل شوي. تاني شيء في ذبابة، قال هاي الشغلة اكتشفها العلم الحديث إسا اكتشفوها خالي. في ذبابة اسمها ذبابة الزيتون. هاي الذبابة بس تطلع النوارة تاعت الزيتون بتيجي عليها وبتصير تتغذى. حتى الفلسطيني يتخلص من هاي الذبابة زرع بين كل 15 شجرة زيتون يحط لهم تيني. فوجدوا انه كل الزيتون اللي بفلسطين اللي معمر كل 15 زيتونات بيناتهم تيني. والتين ما كانوا ياكلوه بس يتركوه. ليه؟ حتى الذبابة هاي تبطل تروح على نوارة الزيتون. وين تروح؟ لانه النويرة والعسل اللي بينزل مع التين بيطلع بنفس الوقت. بدل ما تروح على النوارة تروح على التين. يسلموا الزيتونات بفضل شو؟ التين. زقفة كبيرة للتين والزيتون. طيب هاي الشغلة اللي أجمل من هيك احنا قلنا لكم قبل شوي. هاي احنا 19 جارنا علي الأحمد عنده 21 كان يمرق مرة مرق هو مرته. احنا اولاد عم نلعب بالحارة، شاف ولد بالحارة قال لها يا صبحية، هاي مرته اسمها صبحية، قالت له شو بدك؟ قال لها شوفي لنا الولد إلنا ولا مش إلنا. من كتر ما اولاده كتار بدك تضيع. قال لها يا صبحية مشان الله بدك شوفي لنا هذا الولد إلنا ولا مش إلنا. 21 ولك شو هذا؟ احنا 19 احنا. المهم فالزيتونة من جماليتها هيك كانوا يخلفوا كتار منشان يقدروا يحوشوا. فكانوا يقفوا على هالزيتون. والسر الأكبر حوالي كرم الزيتون يزرعوا شجر الزنزرخت. ديروا بالكم عليه شجر الزنزرخت. أنا شفته بنقص. لا، شجر الزنزرخت بيمنع الغبار وبيمنع كثير من الحشرات. حتى اللي حده زنزرختي ما بفوت عليه البرغش. جربوها. المهم ياخدوا عصا من الزنزرختي. هذا العصا اسمه شقشقة يضربوا فيه الزيتون العالي يكت. وضربة الزنزرخت على حب الزيتون ما تأذيه. اخلع اي قصبة تالي واضرب فيها بتأذي. فحنون على الاشبي. فهن عم بخطوا هيك يضربوا كتفهم بكتفهم. مرة على مرة صار يحطوا ايديهم بده يتسلوا. ما هن عم بيتعبوا وهن عم يضربوا على الزيتون. صاروا يغنوا. صاروا شو؟ طلعت معهم شو؟ اغنية شو؟ مين بيعرف؟ خلينا نشوف. ها؟ ها؟ ها؟
الحكاية كتير، بقعد 10 أيام أحكي، 10 أيام وما بخلص. بس لازم الواحد يترك مجال لغيره. في غيرنا بده يشتغل، وفي بديش أطول عليكم، لكن في شغلة ما بقدر أنساها. والله وشفتك يا عالمي هذا العلم، هذا وسط وسط قبل ما يكون علم فلسطين. عارفينه علم شو؟ علم الأمة العربية. طبعا هذا علم الأمة العربية. بس شو اللي صار؟ بدل ما يكون الأخضر من فوق قام صار الأسود من فوق. ليه؟ عشان النكبة. فالأسود بيمثل النكبة، الأحمر عارفينه أكيد، أحسن دم، تضحية، فداء. الأبيض الحياة، الحياة اللي نحن بنحبها واللي حكيتكم عنها. الحياة، الحياة اللي انبسطت فيها هون بصعيد مصر. مش عارف هيك الصعيد أنا كله حياة. ديروا بالكم عليه، ديروا بالكم على مصر. مصر صار في بمصر، صار على كل الأمة. إذا صار في بمصر راحت الأمة. ديروا بالكم على مصر. أنا بقولها بحرقة، لأنه إحنا بس نتعب بنتكي على مصر، ما هنا بنتكي عليها. هيك تعلمنا ببيوتنا. ديروا بالكم على مصر، ديروا بالكم على الأمة العربية. مصر بخير، الأمة العربية بخير. أخضر 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 زيتون بلادنا المميز. وليه زيته نظيف؟ وليه زيته حطه بالضي بيضوي بيضوي بيضوي. وجرب حط زيت زيتون فلسطيني وشوف ضيه. ضيه غير ضينا كل شيء، كل زيت زيتون. ليه؟ لأنه يتغذى من تربة مدفون فيها أعيد، إما نبي إما ولد إما صديق. هاي فلسطين اللي مش نحكي فيها. شفتك يا علمي زينة رايات الأمم. والله وشفتك يا علمي زينة رايات الأمم. أسود أسود فانوس، أبيض أبيض لون القلب، أخضر أخضر لون العمر.